يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الوقت طلب مني واحد قهوه فرنساوي بطعم الشوكولاته، تعالوا كده اما نعمله مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي علشان نعمله في البيت بمنتهى السهوله واسرار الكافيهات. اول حاجه هنجيب الكنكه بتاعتنا، بعد كده هنكون مجهزين البن الفاتح التركي. هناخد من البن الفاتح التركي معلقتين من البن، معلقتين بس وما نكترش، حلو قوي. وما نحط السكر علشان في الاخر هقول لكم احنا هنعمل ايه. بعد كده هنقوم حاطين في معيار كوبايه لبن، تمام قوي. بعد كده هنقوم جايبين صوص الشوكولاته ونحط في معيار 50 ملي، يعني معلقه كبيره شوكولاته كده. حطينا في معيار معلقه كبيره شوكولاته، وما نحط السكر خالص لان احنا حطينا شوكولاته، والشوكولاته هتسكر معانا وهتديله كده نكهه حلوه قوي. بعد كده هنقوم مسخنينه على البخار. في البيت هنسخنه على البوتاجاز وياخد راحته خالص على نار تكون هاديه. وتمام قوي كده، احنا كده خلاص خلصنا واحد قهوه فرنساوي بطعم الشوكولاته. تعالوا بقى ما اقول لكم هنعمل ايه. يا سلام على الريحه طبعا ما اوصفلكوش الريحه عامله ازاي والطعم عامل ازاي لما نجرب القهوه الفرنساوي بالبن الفاتح التركي، ونحط كده عليه صوص شوكولاته ونديله كده اللبن بتاعه، حاجه كده هتبقى عظمه قوي. بعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا وهنجيب صوص الشوكولاته وهنجرنش كده الكوبايه، نزوقها كده من على الطروف بصوص شوكولاته، حاجه كده عظمه قوي يعني. بعد كده هنجيب بقى القهوه الفرنساوي وهننزل بيها كده في الكوبايه بتاعتنا، طبعا زي ما انتم شايفين حاجه كده عظمه قوي. وتمام كده. بعد كده هنزوقه بشويه يعني كاكاو من فوق الوش كده او نسكويك اهو. احلى واحد فرنش كوفي بطعم الشوكولاته اللي هي القهوه الفرنساوي بالشوكولاته. يا ريت نعملها في البيت كده بنفس الطريقه ديت وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشتركوا بسرعه علشان ما يفوتوش كل لحظه استمتاع بالمشروبات اللي احنا بنعملها. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه واللايكات بتاعتكم اللي بتزيدني شرف ومحبه. بس خلاص.